السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين. هنبتدي الفيديو النهاردة بسؤال بسيط. يا ترى مؤخرا قدرت تبني عادة وتحافظ عليها؟ قدرت تقوم من النوم يوم ورا يوم تتمرن حتى لو مش رايق؟ ولا في ايام كتير بتقول انا مش رايق، انا مش فايق، انا مش هقدر التزم النهاردة؟ في فيديو النهاردة هنتكلم عن الانضباط الذاتي، المفتاح اللي بيميز ما بين اللي بيحلموا واللي بيحققوا فعلا احلامهم. في فيديو النهاردة هنقدر نفهم يعني ايه الانضباط الذاتي، هنعرف نفرق ما بين الانضباط والتحفيز، هنتعلم مع بعض استراتيجيات فعالة لبناء الانضباط الذاتي. قبل ما نخش في التفاصيل لازم نعرف ايه هو الانضباط الذاتي وايه الفرق ما بينه وما بين التحفيز. ببساطة التحفيز ان انت عندك رغبة وحماس ان انت تعمل حاجة، اما الانضباط هو ان انت تعمل الحاجة دي بغض النظر عن مزاجك، بغض النظر عن الظروف السلبية اللي حواليك. الانضباط الذاتي هو انك تواجه المقاومة الخارجية حتى لو انت مش عايز تعمل الحاجة دي، وهو انك تعيش الحياة بتصميم مش بالصدفة، وقت ما تيجي. مش كل حاجة بتبتدي بهدف، اوقات كتير التغيير بيجي من تغيير الهوية. هديك مثال بسيط. في اتنين بيحاولوا يبطلوا تدخين، واحد لما اتعزم عليه بسجارة بيقول انا بحاول ابطل تدخين، واحد لما اتعزم عليه بسجارة قال انا مش مدخن. واحد بيقول انا بحاول ابتدي العب رياضة، واحد بيقول انا بقيت رياضي. الفكرة هنا ان انت تبرمج دماغك ان هو يشوفك ويشوف نفسه في الهوية الجديدة، وبناء عليه هو اوتوماتيك هيبتدي يتعامل ويتأقلم على الاساس ده. يعني اللي قال انا بحاول ابطل تدخين هو لسه معرض للظروف الخارجية اللي ممكن تأثر على قراره. يعني ممكن يتحط تاني في ظرف ان واحد يديله سجارة، واحد يديله سجارة يعزم عليه بسجارة، لأنه هو لسه فاتح الباب، هو لسه موارب الباب. لكن اللي بيقول أنا مش مدخن هو خلاص قفل الباب، ومش بس هو شايف نفسه غير مدخن، ولكن هو أجبر الآخرين إن هم يشوفوه غير مدخن كمان. والله أنا جربت الموضوع ده، أنا ابتديت أقول أنا مش مدخن، أنا بقالي الحمد لله رب العالمين 7 شهور من غير تدخين. فلما تغير الهوية وتبتدي تبص لنفسك على أساس الهدف اللي أنت عاوز توصله، هتلاقي نفسك بتتصرف على أساس الهوية دي. يعني ما تقولش أنا من النهاردة أو أنا من بكرة هبتدي أحط لنفسي ريجيم معين أمشي عليه، لا، أنت برمج دماغك على أساس أن أنت فعلا الريجيم ده موجود، اكتبه وعيش الحالة الجديدة دي، عيش الحالة من الهوية دي، عيش على أساس ان انت الإنسان الجديد ده. الاستراتيجية رقم 2 معانا النهاردة ألا وهي افتكر دايما ليه. الواي قبل الهاو. لازم دايما اشوف السبب ليه انا عاوز اتغير قبل ما ازاي اتغير. اكتب هدفك او الهوية الجديدة دي على ورقة وحطها قدامك على المراية، على الديسك بتاعك، على اللابتوب، في المكان اللي دايما عينك بتقع عليه كتير، وخاصة لما تصحى من النوم. وزي ما قلنا قبل كده، اول 10 دقايق او اول ربع ساعة في يومك هم اللي بيحددوا يومك بيبقى عامل ازاي. فلما انت تشوف ليه انا عاوز اتغير وتشوف الهوية الجديدة، ده في حد ذاته هيحفزك ان انت تروح في الاتجاه ده. الاستراتيجية رقم 3 ألا وهي اتصالح مع الألم، بل بالعكس احضنه. عضلاتنا بتتبني مع الألم، عضلاتنا بتتبني لما تتقطع، عضلاتنا بتتبني لما تتحط تحت ضغط كبير. فكل مرة عاوز تعمل حاجة وبتحس ان في مقاومة خارجية بتبطئك او بتصدك عن الهدف ده، هو ده ما يسمى الريزيلينس، المقاومة اللي هتقويك وهتسرع حركتك تجاه الهدف ده. الاستراتيجية رقم 4 وهي ابدأ من الأساسيات. يعني ما ينفعش أبقى راجل رياضي وأنا باكل غلط، ما ينفعش ابقى راجل رياضي وانا بنام غلط، ما ينفعش ابقى راجل رياضي وانا ما بنامش كفايه، ما ينفعش ابقى راجل رياضي وانا ما بتحركش، ما ينفعش ابقى راجل رياضي وانا ما بتمرنش. فهي دي الاساسيات في اتجاه تغيير الهويه الجديده. جسمنا كله مرتبط ببعض، ان ما كانش جسمي فيه الطاقه اللي انا محتاجها عشان اكون انسان رياضي، لازم ادور على ايه محفزات الطاقه الطبيعيه اللي تمكنني فعلا من ان انا انزل الجيم او العب حتى في مكاني. الاستراتيجية الأخيرة معانا النهاردة إن أنت تبتدي تدرب نفسك على الهوية الجديدة، لأن الانضباط لوحده مش كفاية. لما تبتدي تبني عادات جديدة السلوك بتاعك بيبقى تلقائي لوحده. ابتدي بحاجة بسيطة زي مثلا كل يوم الصبح هصحى من النوم ابتدي ألعب شوية رياضة. وهنا هختم الفيديو وأقول لك إن الانضباط ده مش حاجة فطرية، دي حاجة بتتبني معاك يوم ورا يوم. في كل مرة بتلتزم وتقول أنا هقوم ألعب رياضة أو هقوم أعمل ده، أنت مش إنسان خارق. انت كل اللي محتاجه ان انت فعلا تبتدي، وكل حاجة هتيجي بالالتزام، وجسمك هيبتدي يتبرمج على الهوية الجديدة دي ويعيش كأنه الانسان الجديد ده. فيلا يا بطل قوم اتحرك او اكتب لنفسك هدف تبتدي النهاردة او بكرة ان شاء الله. وكالعادة عشان فيديوهاتي تكون سريعة وقصيرة وملهمة ومنملش منها، اقول لكم مع السلامة واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. حابب اوجه رسالة شكر
لكل واحد اشترك في القناة حابب اقول له وجودك هنا مش مجرد رقم، وجودك معناه ان انت اخترت تكون جزء من مجتمع الشامبيونز، مجتمع بيؤمن بالتطوير بالتحدي واننا دايما نقدر نبقى احسن. انا مؤمن ان كل واحد فينا جواه حلم بغض النظر كبير صغير، لكن لازم نشتغل عليه عشان الحلم ده يصبح حقيقة ونحس بمعنى الإنجاز الحقيقي. حلمي إني أبني مجتمع مكون من الأبطال، ناس بتتعب، ناس بتشقى، ناس عندها طموح، والأهم من ده كله ناس بتحب تقف جنب بعض، ناس بتحب الخير لبعض. ويمكن في يوم من الأيام حلمي يقابل حلمك، وساعتها هنحس إن احنا حققنا حاجة بجد. فيا بطل، شكرا إن انت اخترت تكون جزء من المجتمع ده، شكرا لكل واحد ساب إعجاب، شكرا لكل واحد ساب تعليق.